يا رب يجعل يومكم كله هنا وسعادة. عارفين لغلنا للبنات أكيد كان فاضي، أو بمعنى أصح كان عنده ناني أو عنده دادة أو عندها حد بيساعدها، لكن لوحدها ما افتكرش إن هي كانت هتغني لهم. بالعكس، ده كان لازم صوتها يطلع، علشان طبعا ما ينفعش تعمل كل حاجة بإيديها. ده هي هتيجي على آخر النهار تقول لهم بس أنا مش عايزة أسمع صوت حد، وعايزة أحط راسي على السرير وخلص، على كده خلص اليوم بتاعي. لكن لو هي خلت كل واحد يعمل حاجته بإيده، وهم كمان شافوا كل حاجة حواليهم وقدروا إن هم يساعدوها، بالتالي هي هتاخد حضنهم آخر النهار، وهم كمان هياخدوا حضنها آخر النهار. لكن على الوضع ده كده طبعا ظلم ليها، لأن كل حاجة بتعملها ومفيش أي حد ولا شايفها ولا حتى بيحاول إن هو يساعدها. هي بتعمل كل حاجة بحب معاهم، وطبعا فرحانة وهي بتعمل، بس ادوها فرصة كمان إن هي تاخد نفسها. ما هي كمان مش الناني بتاعتنا، هي برضو زيها زينا ووراها 100 حاجة كمان عايزة تعمل. على الأقل عايزة تقعد حتى تريح ظهرها ولا تريح راسها كده. لكن إن احنا طول النهار نقعد نضايقها، وطول النهار كده مهدلين الدنيا حوالينا، مفتكرش إن هي هتبقى مرتاحة آخر النهار. طبعا اللي غنى للبنات أكيد كان عندها ناني، أو زي ما قلنا حد بيساعدها. بس هنا بصوا هي اللي عمالة تعمل كل حاجة بإيديها ازاي، فأكيد طبعا مش هتقدر تتنفس بعد ما تخلص كل الحاجات اللي حواليها دي. وعايزة أعترف لكم بحاجة كمان، أنا مبهدلة الأوضة معاهم، بس طبعا بعد هما ما بهدلوها. يعني لما اجي اسويها مش هسويها زي ما هما سايبينها على الوضع ده، بجيبها من أولها لآخرها. لازم أعمل كده علشان ما ينفعش إن أنا أقعد أروق حاجة والدنيا بايظة من ناحية تانية. فأنا بحب أدخل جوه الإدراج كده، وأدخل جوه السراحة بتاعتهم، وأدخل جوه الدواليب علشان أقدر أنظمها لهم. لكن على المنظر ده إن أنا أروق حاجة وأسيب التانية، ده هما مبهدلينها خالص. بس يلا، أنا معاهم على طول وإيدي في إيديهم، بس يا ريت هما كمان إيديهم تكون مسابقاني ويجوا يساعدوني، لأن كل الحاجات دي هما اللي عاملينها مش أنا. ونبطل بقى الدوشة والحاجات اللي هما عاملينها، علشان فعلا احنا مش الناني. احنا دايما نكون الأمهات اللي قاعدة واخدة عيالها في حضنها، وبالتالي كلهم هيبقوا قاعدين مبسوطين ومرتاحين، أو أنا كمان قاعدة مرتاحة. فمحدش يبهدل حاجة، لأننا كلنا زي ما بنقول في دايرة واحدة. نفرض بقى بعد اليوم ده كله وانتوا جيتوا محتاجين لي، مش لازم تكون بقى محتاجين الحضن، على الأقل محتاجين مني بس حتى النصيحة، ولا محتاجين مني المشورة. أنا فيا نفس بقى إن أنا أتكلم. أنا تهيألي كده اليوم بتاعي كده خلاص، فياريت ايديكوا في ايدي فعلا علشان نقدر نخلص اللي ورانا. وحاولوا ما توصلوش الأوضة للمنظر ده، لأن طبعا كل حاجة بتيجي عليا أنا في الآخر. أنا عارفة إن انتوا عمركم ما هتبهدلوا حاجة بعد كده، لأن انتوا بتحبوا حاجتكم وحاجتكم كمان بتحبكم. وأنا بحب إن انتوا تكونوا قاعدين مبسوطين ومرتاحين، عشان يبقى كل أيامكم هنا وسعادة.